عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا ان شاء الله. آه، سرعة التغيير بقى الواحد بره البيت يعني وكده. دلوقتي عقوبة كهرباء، 12 مباراة تظهر. سبحان الله سبحان الله. بص يعني شفت انت الفيديوهات اللي تقول لك لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله؟ هي دي مع اتحاد الكورة. تظهر في اليوم اللي مرتضى منصور اتحكم عليه بعزله من رئاسة النادي، عشان نطلع بقى ان مرتضى منصور ايقاف وغيب عن الملاعب شهرين ثلاثه، وغرامه على رئيس نادي الزمالك ومش عارف ايه، ونفرض عضلاتنا بقى، ما احنا ابطال خلاص. اقسم بالله منتهى ال اقول ايه بس اقول إيه؟ بص يعني خلاص الواحد كان من جواه كده متاكد مليون في الميه ان ما فيش اي عداله في الكره المصريه. خلاص اتوصلتوا لنا مرحله اللي هو خلاص والله ما في عداله في الكره المصريه. عايز حاجه كمان؟ والله ما في عداله في الكره المصريه، واللي بيحصل ده ظلم. اما تطلع قرار على هو مرتضى منصور راح يمتثل ولا هو بعت المحامي بتاعه اللي امتثل قدام القضاء؟ وده عادي بالنسبه لكم يعني؟ خلاص انت يعني بطل، انت خدت السكسيه خلاص. لجنه الانضباط، لجنه الانضباط ما شاء الله لجنه اصلا غير قانونيه، تشريعها اصلا غلط، وبتطلع قرارات وبتوقف 12 مباراه. انت عارف 12 مباراه ده يعني ايه؟ يعني نص سيزون. نص السيزون كام؟ 17 ماتش. ليه بقى جيت على نفسك في 5 ماتشات؟ ما تشيل 5 ماتشات كمان، يبقى الايقاف كله 17 مباراه نص السيزون. كهربا روح اعتزل احسن، طالما كهربا هيرك او كده، وماتش يبقى يتوقف من ماتش ملعوب في يناير يتوقف بعدها ب3 شهور. ايه الافتراء ده؟ ويتوقف عشان هيلعب الزمالك الماتش الجاي؟ ولا هو خوفا ولا هو في ايه؟ ما ده ملوش تفسير غير تفسير واحد: خوفا وضغطا من نادي الزمالك على لجنه الانضباط ديت بايقاف كهربا، عشان خايفين يلعبوا قدام الزمالك. والله منتهى. ده فين حيثيات القرار مثلا او الحكم؟ اللي هو مثلا احنا استندنا لواحد اتنين تلاته وهو غلط، كهرباء عمل واحد اتنين تلاته فهو غلط. فين يعني؟ عايز افهم برضه حاجه. شريط الفيديو فيه لبس دلوقتي بين كهرباء صح وكهرباء عقله صح. الفيديو ده راح لناس مختصه بتاعت صوتيات تحدد هو ايه اللي حصل وهو ايه وما قالش ايه؟ ولا هو بيطلع الحكم على حسب الموجه والريجه ولا ايه؟ ولا مثلا عشان النهارده الحكم كان ضد مرتضى منصور وجمهور الزمالك فبتطيب لجمهور الزمالك فبتوقف كهرباء؟ ما تزعلوش يا جماعه، احنا على الحياد برضه. والله العظيم انتوا مهما تعدلوا ومهما تقولوا، للاسف هي اصلا لجنه اتشرعت غلط، اللجنه انشئت غلط ومخالفه قانونيه فجه، وعايز تاخد قرار يا جماعه انتوا لا حول ولا قوه. 12 مباراه يا نهار اسود. وبص هو ده ملهاش غير تفسير واحد: ان هم انتوا عايزين توقفوا كهرباء، عايزين توقفوا محمود عبد المنعم كهرباء. هو ده التفسير الوحيد اللي قدامي. الواحد القرار بتاعه اصلا يعني الواحد كان متنرفز وعمال يهدى يهدى ومفيش فايده. اللي بيحصل ده ظلم لا اكتر ولا اقل. ده فين شوبير رفع قضيه في نفس اليوم اللي محمود كهرباء رفع فيه القضيه؟ فين اللي حصل؟ ما حصلش تحقيق. اعضاء مجلس الاهلي رفع قضيه عليه، فين التحقيق؟ ما اتحققش ولا عمل اي حاجه. والنهارده بقى خلاص عنتر شال سيفه، يلا يا عم مرتضى منصور ايقاف شهرين. هو اصلا بقى ما عادش بقى رئيس نادي الزمالك، يعني هو سلطته كرئيس نادي الزمالك وانتزعت منه. هيتوقف ازاي بقى باي؟ انتوا بتضحكوا علينا ولا بتضحكوا على مين وانتوا مصدقين نفسكم؟ انت عارف انت بتفكر بمين؟ باللي اللي مثل دور فيلم ان هو في فيلم البطل وخلاص بقى هو الفاتح الاول، وهو وحس انه نزل الشارع وحس بنفسه ان هو بطل فعلا. انتوا حاسين بنفسكم؟ عايزين توقفوا كهرباء وقفوا، عايزينه يعتزل خليه يعتزل، تقولوا له اعتزل يا عم، وغرامه مليون جنيه يا حلاوه. اقسم بالله اللي بيحصل في اتحاد الكوره بتاعنا بكل اللجان بتاعته عك في عك مع الوزير، اللي بيحصل من الوزير عك في عك. يجيب لجنه ملهاش اي سلطه انها تنشا وتتشرع، وما شاء الله دلوقتي ايقاف 12 شهر. يا نهار يا جدعان. حسبي الله ونعم الوكيل. والله حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. هو كهربا غلط. هو قال ايه؟ قال حطه صح. حلو، انا معاك والله العظيم انه غلط، بس الغرامه العقوبه ما توصلش لكده. وتقعد 3 شهور ما تطلعش الحكم، وجاي تطلع له دلوقتي عشان هيلعب الزمالك الماتش اللي بعد الجاي، وتيجي تقول لي احنا فير بلاي وعداله وعلى مسافه واحده من الجميع. مسافه واحده؟ انت نام في حضن الجميع التاني وساب الجميع اللي هنا.
وطلع رئيس لجنه. على فكره كل ده ما طلعش حاجه رسمي، ده كل ده تصريحات مع الاستاذ احمد موسى. تمام. وطلع رئيس التظلمات قال لك احنا ما وصلناش اي خطاب رسمي من لجنه الانضباط بايقاف عبد المحمود عبد المنعم كهربا 12 مباراه. وان شاء الله الاهلي في خلال 10 ايام هيقدم التظلم بتاعه. وطبعا يعني التظلم اللي هيسيبه له عقوبه زي ما هي، يا اما هتتقلل. بس طبعا اكيد الزمالك بقى يقوم ايه، رافع لك عقوبه إيه علشان خاطر يحاول يزود العقوبه، فيبقى تظلم قصاد تظلم، فالعقوبه تفضل 12 يوم شغل كده محاكم. وللاسف والله احنا الكره بتاعتنا عاد شويه في المحاكم وشويه في الشتايم. بس كالكره اللي بتاع المدوره المرايه الحلوه اللي بتجري ديت ما عادش لنا اي علاقه بيها. عك احنا عاملين عك. مفيش كوره والله العظيم هنشوف نجاح ولا اصلاح في البلد ديت، ولا في الكوره بالذات يعني. غير لما غير لما الناس همها الاول والاخير مصلحه الانديه تمشي. لا حول ولا قوه الا بالله. وطبعا الاهلي اتغرم 200,000 جنيه ويقول لك عقوبه لو الجماهير شتمته وعملت توقع غرامات اخرى وعامله على النادي الاهلي. يا جماعه هو انتوا بص، الشتيمه وحشه والشتيمه عيب، واحنا مجتمع اسلامي والشتيمه عيب، مؤمن بكده. بس انت ما بتشوفش اي ملعب انت بقى بالنسبه لك عايز تطبق الاحترام. والله اي ملعب بيبقى فيه الشتايم وبيبقى فيه العنصريه وبيبقى فيه. انا بشوف مين اللي شتم بعاقبه، ما بعاقبش هعاقب النادي غرامات بسيطه، انا هعاقب النادي على واحد شتم ليه يعني. ده ما انا مثلا كان ممكن كاهلاوي، بغض النظر عن انا في عمري هعمل كده يعني، كاهلاوي اقعد في مدرج زمالك والم شويه اصحابي ونقعد نهتف ونشتم ونعمل ويلا نوقع غرامات على نادي الزمالك، والعكس صحيح. ما يطلع قرار مظبوط وصح كده وفاهمه، مش قرارات ما عمال تضرب وخلاص. وعنتر شال سيفه. والله منتهى التهريج اللي بيحصل في الكوره المصريه. بيقول لك بنطالب ومرتضى منصور يعني انه ما يعملش كده تاني وانه يبعد عن الاخلاق دي. يا جدعان انتوا بجد والله انا هسأل سؤال واحد، انتم مصدقين نفسكم؟ اللي مطلع القرار ده مصدق ان هو تم اختياره صح، هو في المكان الصح ومطلع قرار صح، وانت مصدق نفسك بقى في الاخر؟ اتحاد الكوره موجود عشان يدير اللعبه لصالح جهه ما بس، قولا واحدا. اتمنى الفيديو ده يوصل لايك وشير للفيديو ويوصل في كل مكان. وايه، اتمنى رايي انا يا جماعه، ده راي معبر لي انا، مش اي علاقه باي حاجه، يوصل للناس نرفزه وحرق الدم على الفاضي. وعلى فكره القرار معروف من انا في منتهى فيديوهات منزلهم، منتهى فيديوهات الاربع فيديوهات قلت لك موعد ايقاف كهرباء في العيد او ايقاف كهرباء في الاعلان الفيديو بتاعي كده. ليه الفيديو بتسرب اخبار من زمان ان غرامه الكهرباء هتظهر خلال الاسبوع ده. قال لك بالحد اقصى هتظهر في العيد، يعملوها في العيد. ده انت عارف تتعامل زي ايه؟ رحت جبت الامتحان من الكنترول، نتيجه الامتحان من الكنترول قال لما تظهر. وده اصلا ده يعني معلش هي لجنه كلها قضاه اجلاء محترمين احسن مننا جميعا وفوق راسنا جميعا. راحوا جابوا النتيجه منهم قبل ما تظهر في الكنترول وقبلها باسبوع، فاهم؟ اللي هو اللي بيجي من الكنترول بيجي قبلها ب 48 ساعه ولا 24 ساعه. منتهى لا حول ولا قوه الا بالله. والله بيدمروا البلد وكل ده يعني معلش. هو ده لصالح مين؟ اما يبقى لاعب متوهج زي ده وتوقف 12 ماتش لمصلحه مين؟ لمصلحه منتخب مصر؟ ولا هو تدميرا في الاهلي ومصلحه نادي الزمالك عشان هيلعبوا السوبر الماتش الجاي؟ وبالمناسبه بتاعت السوبر يوم 5/5 الاهلي بيدرس جديا الانسحاب من كاس السوبر. واتمنى انه ينسحب والله العظيم لو القرار ده اتطبق، لان خلاص بص احنا عارفين ده عك وده قرف كله، والمفروض مسرحيه هزليه المفروض الاهلي ما يشاركش فيه. بس خلصت كده الاهلي ما يشاركش فيه وانسحب من اي بطوله بينظمها اتحاد الكوره هو ولجانه. لا هو الاهلي بيدرس حاليا الانسحاب من كاس السوبر، والماتش يبقى بص بقى تبقى احسن صفعه من النادي الاهلي للقرف اللي بيحصل ده كله صراحه يعني. واتمنى ان ده يحصل والله. ولو استمروا في التصعيد الاهلي ينسحب من التحرك من الدوري المصري ومن كاس مصر. بلا قرف وجع دماغ. والله يا اخي ده احنا لو لعبنا في افريقيا لو لعبنا في البطوله العربيه الوحيده هنروق دماغنا. بلا عشان هنا احنا عارفين هنا تمثيليه شغاله وعارفين مين البطل ومين اللي راح مصلحه مين، وعايزين يصدقونا يخلونا نصدق بالعافيه ان لا يا جماعه ده احنا فير بلاي وعلى مسافه واحده من الجميع. انا جماعه يا جماعه اللي انتوا على مسافه واحده منهم. تقول لا.
اتقوا الله. بس مش هقول غير اتقوا الله. وعراي كابتن احمد الشناوي ولا سمير عثمان يقول لك ايه؟ حب نفسك.